يا عم جورج، ايه اللي بيحصل في الماركت يا عم؟ في واحد هيقول لك فرقعه عقاريه، في واحد يقول لك لا 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 لازم تشتري، وفي واحد يقول لك مش عارف ايه. طيب نوضح حاجه بسيطه. احنا بنذاكر على طول الماركت ماشي ازاي. الحمد لله الواحد ذاكر كتير ومعاه ماجستير في اداره اعمال من امريكا هنا. فاللي انا بس بقوله لك اهدى شويه كده وركز، شوف انت عاوز تعمل ايه. ده اولا. اليومين دول عشان الناس اللي على اليمين بتقول حاجه والناس على الشمال بتقول حاجه، ففي لخبطه في الكلام. في بقى حاجه مهمه الناس لازم تفتكرها، ان الاقتصاد عامل زي التاريخ. يعني ايه؟ يعني الاحداث اللي بتحصل، ناس حصل حدث الناس بتتعلم منه، فبيعمل مقارنات بين الحدث ده والحدث ده. عشان كده هتلاقي الستوك ماركت طول النهار نازل وطالع نازل وطالع، واللي بيذاكر الحاجات ديت عارف الدنيا ليه بتنزل وليه بتطلع. بس في حدث مهم حصل، اللي هو ايه؟ الكورونا. عملت ايه؟ ربنا قفل العالم كله لمدة سنتين واكتر. فالحدث ده حدث غريب، فما حدش عارف ايه اللي بيحصل ومش متأكد منه في 100%. طيب يا عم جورج، ده انا اعمل ايه؟ في مميزات كده صغيرة. لو انت مشتري بتشتري بيت، هتلاقي البيت سعره نزل. تاني حاجة هتدفع الداون بيمنت، مش هتدفع الكلوزنج كاست. اوكي ليه؟ عشان ممكن تاخد حاجة اسمها ايه؟ سيلر كريدت. ده لو انت عندك بيت انت جبته ب 200 وبقى ب 500، في حاجه اسمها ايكويتي. حاول تستغل الايكويتي دي عن طريق اللي انت يا تدفع الديون اللي عليك، يا تاخد الايكويتي وتشتري بيها بيت تاني، يا تاخد الايكويتي دي عباره ممكن تتعمل از هيلك، اللي هي كريدت كارد بليمت عالي، تخليها جنبك علشان ظروف الدنيا ما تعرفش فيها ايه. فده التفكيرين، وانت اللي تحكم، عشان بجد مفيش حد متاكد 100% ايه اللي بيحصل. وربنا معاك يا رب.